كل ده كوم واشرف داري كوم تاني خالص. يعني الاهلي عنده مشكله بشكل كبير مع اشرف داري. اشرف داري الاهلي كان جايبه ب 2 مليون يورو من النادي الفرنسي قبل ما يجي، على اساس ان الراجل ده اللي هيعوض غياب محمد عبد المنعم، وان الراجل ده مدافع دولي مع منتخب المغرب وشارك في كاس عالم، فالمفروض ده الحاجه السوبر اكسترا اللي ما حصلتش اللي هتضيف لدفاع الاهلي. الاهلي لقى نفسه في الاخر لبس في خازوق، مدافع اصاباته لا تنتهي، مدافع زجاجي زي ما بنقول يعني، ايه، اتصاب. فالاهلي بعد ما كان مقرر حتى في يناير اللي فات او في الموسم اللي فات في فتره النقاط اللي فاتت ان هو ما يمشيش اشرف داري الا على الاقل بنفس الرقم اللي هو جه بيه، لا، الاهلي دلوقتي مقرر ان هو يسوق اشرف داري باي رقم هيجي. الاهلي عايز يمشيه بشكل رسمي وبشكل نهائي، حتى برقم اقل من اللي جابه بيه ويخسر فيه ما عندوش مشكله. ولكن اشرف داري الفتره اللي جايه مش هيكون مع النادي الاهلي. الاهلي بس هيحاول يجيب مدافع تاني مكانه، وهيحاول يسوق اشرف داري بشتى الطرق، لان هو خلاص ضبط مفتاح كده. اشرف داري مش هيكون مع الاهلي على الاقل خالص في يناير، يعني على الاقل خالص لحد يناير اشرف داري موجود، ولكن في يناير شكرا، الراجل ده مش هيبقى موجود في الاهلي بعد كده.